عارفين مين دي؟ انا منور، ومنور مزيكا 2 كيداهم وفلساهم، واحلى مو عليكم يا فنسات. بصوا عملت لنا ايه؟ بصوا عملت لنا ايه؟ الكفته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. لأول مرة تشوفني انزل تحت الفيديو اضغط اشتراك وكمل معانا الفيديو للآخر، وما تنساش تدعم القناة بلايك عشان الفيديو ينتشر وعلشان يكون تشجيع منك علشان نقدر نواصل ونكمل. شفنا مع بعض مقطع صغير لمنور وريهام سعيد الإعلامية بتقدمها وبتقول عارفين مين دي؟ دي أم نور. مين أم نور وإيه قصة أم نور وحكايتها؟ ده اللي هنتابعه مع بعض لكن بعد الفاصل، فابقوا معنا. اهلا بكم من جديد. ام نور حديث السوشيال ميديا والترند الجديد. ست بتقدم فيديوهات وهي من داخل اوضه النوم، تعمل كفته، تعمل بسله، تعمل بصاره. بقالها للاسف متابعين بالملايين الفتره اللي فاتت، وكعاده بعض الاعلاميين في مصر اي ترند طبعا لازم يستغلوه ولازم يعملوا منه حلقات، علشان طبعا حضراتكم عارفين الاعلانات. بغض النظر هل الشخص اللي احنا هنستضيفه او هنصور معاه هل هو فعلا يستحق ده، هل هو قدم حاجه خارقه او حاجه كبيره بتفيد البلد او تفيد المواطن او المشاهد. للاسف حاجه بقت سخيفه جدا جدا جدا. ست عاديه زي اي ست في منطقه شعبيه بتعمل شويه ملوخيه، شويه سبعين كفته بتعملهم في البيت. ريهام سعيد حسستنا انها بتزور عالمه، شخصيه كبيره في المجتمع وفي العالم، عملت شيء خارق او عملت شيء كبير بيفيد الناس او بيفيد البلد، وعملت حلقه معاها فريق عمل وتصوير وامكانيات وكاميرات وكل ده علشان نصور سبعين كفته مع ام نور. طبعا الكل بيصطاد في الماء العكره، الناس كتير بتجري ورا الشهره، سواء الافراد العاديين من خلال اليوتيوب، منصه اليوتيوب اللي المفروض انها تكون بتقدم محتوى هادف يفيد الناس، لكن للاسف الواقع بيقول ان الفتره الاخيره اثبتت ان المحتوى التافه هو اللي ليه جمهور كبير وناس كتير بتهتم بيه وتتابعه. عملنا من شخصيات مالهاش اي قيمه، عملنا منها قيمه في المجتمع، سواء مطربين المهرجانات او اشخاص عاديين ما بيقدموش حاجه الحقيقه. يعني شفنا نماذج كتيره وشفنا فضايح، مش عارف جيبس مصر ومراته وحمدي وفاء واحمد وحسن ونماذج كتير. وللاسف طول ما الاعلام بيسلط الضوء على النماذج ديت والتلفزيون بيستضيفها واعلاميين لهم المفروض ان لهم ثقل ولهم مكانه، بيبداوا يستضيفوهم، بنعمل منهم نجوم. للاسف بنقدم شيء ملوش اي 30 لازمه او ملوش اي قيمه للشباب. بنقول للناس سيبك من الشغل، سيبك من التعليم، هاتيلك شويه ملوخيه وخرطيهم في البيت وانت قاعده كده واقعدي قولي اي كلام عبيط، تمام؟ هيبقى لك جمهور وهتدخلي دخل كويس. انا اسف اني طولت عليكم في البدايه. هنشوف مقطع تاني لأم نور مع الاعلاميه الكبيره في السن ريهام سعيد ونرجع لكم تاني. فنزاتي حبايبي، انا ام نور مزيكا 2 كيداهم، انتوا فين يا امارات؟ 5 مو عليكم. فنزاتي انا ام نور 2 كيداهم. خلي بالك عشان ممكن في ام نور 1 وام نور 3، فعلشان تبقى عارف الشخصيه اللي انت عايزها ابحث عن ام نور 2 كيداهم. بتكلم فنزاتها الحلوين وبتسال انتوا فين يا حلوين. فواضح ان الحلوين بيجهزوا هم كمان اوضه النوم، يعملوها مطبخ علشان يقتضوا بالعقليه الفذه والشخصيه الكبيره جدا ام نور. هنشوف مقطع كمان لأم نور ونرجع لكم تاني. مش حافظه حاجه لموسيقار الاجيال عمر كمال؟ لا الحقيقه هي مش حافظه، هي بتردد بس ورا الاغنيه. شفنا مع بعض حاجات من وجهه نظري انا الشخصيه، حاجات مقرفه او حاجات مستفزه لما تكون اعلاميه المفترض بيها انها قديمه ومشهوره ومعروفه وكان لها جمهور كبير. في البدايه كانت بتقدم برامج يعني نوعا ما فيها اعمال خير، سواء بقى كانت بنية الخير فعلا او الشهره والنجوميه، بغض النظر. فكانت بتقدم شيء يعني معقول يتشاف، ممكن يكون جيد. انما دلوقتي واضح ان الفراغ والملل وحشين. مش هي بس، كتير من الاعلاميين كل اللي يهمهم انهم يمشوا مع التيار، بغض النظر عن المحتوى اللي بيتقدم، سواء من الاشخاص اللي بيستضيفوهم او محتوى القناه نفسها، قناه التلفزيون. اعلاميين لهم اسم والمفروض انهم يكونوا نموذج محترم
للمواطن، يقدموا له شيء كويس او شيء يفيده ويفيد البلد. بنشوف اعلاميين كتير بيدعوا الوطنيه وانهم بيحبوا البلد وشكل البلد، لكن على ارض الواقع بنشوف شيء مختلف خالص. بيحاولوا يعملوا اي شيء علشان يفضلوا في الصداره ويفضلوا في اماكنهم بعقودهم بملايينهم. مش مشكله يقدموا شيء تافه، مش مشكله يقدموا شيء ملوش اي قيمه. للاسف ما عندهمش رؤيه، كل اللي يهمهم انهم هم كمان يكونوا ترند. مش ام نور دي شخصيه بسيطه للاسف من حقها تعمل كده. العيب مش فيها، العيب في الجمهور اللي بيتابعها، اللي بيتابع اي حاجه ملهاش اي لازمه، كلام فاضي طبعا. بتحرق وقتك علشان تتفرج على حاجه ملهاش اي قيمه حقيقيه، مش بتفيدك في حاجه. هتقول لي انا بشوف حاجه ترفيهيه بتفرج عليها او بضحك، ممكن تشوف شيء بيوصل اي رساله. حتى الكوميديا يا جماعه، الكوميديا المحترمه المفروض انها بتوصل رساله. عيب قوي على اعلاميين كتير انهم يعملوا من النماذج ديت نجوم. لازم يكون عندكم رؤيه وتكونوا عارفين ايه تبعات اللي انتم بتقدموه ده. قدمنا قبل كده نماذج سواء في التمثيل او في الاغاني. طبعا احنا عارفين بكابورت المهرجانات اللي ضرب في البلد السنين اللي فاتت. قنوات التلفزيون بتبدا تستضيف شويه عواطليه ما لهمش اي لازمه الحقيقه والله. يعني بغض النظر عن الشخص، مش مشكله انه يكون جاهل، يعني عادي، يعني وارد جدا. اهالينا زمان كان التعليم قليل في البلد، لكن كانت ناس بسيطه، ناس محترمه. انما العيب انك تقدم شخص ما بيقدمش فن حقيقي ولا عنده صوت ولا عنده اي حاجه. كل الحكايه بيطلع يتنطط، يجيب بنتين ثلاثه يرقص، يقول اي كلام فاضي. لو ركزت فيه هتلاقيه كلام ما ينفعش انه يتقال. بتقدمه وبتعمل منه نجم وبتخلي الشباب يقتدي بيه ويمشي وراه. للاسف انتوا كاعلاميين انتوا كده بتضروا البلد، مش بتقدموا لها شيء كويس. ما عندكوش رؤيه. لو عندكم رؤيه هتبقى عارف ان انا لما اقدم نموذج زي ده، فانا بقول للناس ان هو اعمل اي حاجه في اي حاجه وجيب فلوس وهتبقى مشهور. وفي حاجه كمان يا جماعه، يعني احنا عندنا نموذج زي محمد رمضان اللي هو دلوقتي حديث البلد كلها الفتره ديت. طبعا عارفين قصصه وحواراته مع عمرو اديب ومع اسره الطيار رحمه الله عليه اشرف ابو اليسر. محمد رمضان كان من ضمن الناس اللي الاعلام كان بيستضيفه بشكل غريب وعملوا منه نجم كبير. بدا الامر يتطور معاه انه بقى مطرب وبقى يقلع وبقى يلبس وبقى غرور وبقى دولارات وفلوس بتترمى. والنتيجه دلوقتي لما قلبوا عليه الكل بقى يهاجمه وبقى يقطع فيه. نفس الكلام والله. يعني بتشوفنا الاستاذه ريهام مع ام نور، ممكن شويه تلاقي قصص وافلام تظهر عنها وعن ام نور. انا اسف لو كنت طولت على حضراتكم، ونتقابل ان شاء الله على وعد بفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.